انا اول ما صحيت جيت لك على طول لقيتك نايم، ما حبيتش ازعجك. انا الحمد لله ليله امبارح نمت كويس قوي. اول ما حطيت دماغي على المخده غمضت وزي ما اكون غطست كبير. طب والله كويس الحمد لله. عموما الدكتور رياض طمنا وقال ان صحتك بتتقدم بشكل مدهش، ولو فضلت على كده هتخرج وهتقدر تباشر شغلك بشكل خفيف. كتر خيره. ولو اني انا مش قلقان على الشغل، طلعت ومجدي ولادي قايمين بالواجب 24 قيراط. انا كل اللي بطمع فيه ان انا اخرج كل يوم ساعه واحده اشوف اصحابي وقرايبي المتبعترين هنا وهنا. انا قصرت كتير في صلة الرحم ونفسي يبقى عندي فرصة اكفر. واضح ان ده الموضوع اللي بعتلي عشانه. بتفكر في ايه؟ ويا ترى هو ده بقى اللي خلاك تبعت لبوليس؟ طول عمرك نبيهة قوي يا اسمت، بس ساعات بتزوديها حبتين. انا طبعا بفكر في طريقة اعوض بيها تقصيري في حق قرايبي. عمرك ما قصرت في حق حد يا حاج. انا عندي صورة من بيان في كل الرواتب الشهرية لناس ما هماش موظفين عندك ولا عمال في تجارتك. دول قرايبك اللي هنا في شبرا ومبابة، سمنود، في أجا وتسوق. أكتر من 20,000 جنيه رواتب شهرية لصلة الرحم. ما هي صلة الرحم مش فلوس بتتوزع وبتسد خانة وبتبري ذمة. لا لا لا، صلة الرحم يعني الود، المراعية، الوقوف جنب الأهل في مشاكلهم وفي أفراحهم كمان. عايز تعمل لهم إيه بالظبط؟ الحقيقة يا اسمت اللي هعمله هتعرفيه في وقته، لأن أنا شخصيا لسه ما استقريتش عليه بشكل نهائي. وده اللي خلاك استدعيت مونس؟ الله، مونس صديق عمري، جرالكم إيه؟ هو صحيح بفضلك وبفضل أولادك خليتوني بعدت عن شغلي، إنما ده مش معناه إننا مش صحاب. يعني أنت عايز تقول لي إنك طلبته عشان وحشك؟ طب وماله يا حبيبي؟ ما فيهاش حاجة أبدا. ومش عشان بس وحشني يا اسمت، هو في حساب بيني وبينه قديم ما تعرفوش عنه حاجة، كنت مأجله وجه الوقت بقى إننا نصفيه مع بعض. قول قول يا صالح، أنا سامعاك. إيه هو الحساب ده؟ ما تقلقيش يا اسمت، ما تقلقيش، الحساب ده بعيد خالص عن فلوسي. يعني اطمني، حقك وحق ولادك محدش هيقدر يمسهم. أمال بعتلي ليه يا صالح؟ هو الحقيقة يا اسمت اللي بيوصلني عن ولادك مش مريحني. اللي بيوصلك ده غلط، وأنا قلت لك قبل كده. وبطل بقى تدور جواسيس حوالين ولادك، وإذا كنت عايز تعرف حاجة اعرفها مني أنا. ما انت ما بتقوليش يا ام العيال، كل ما اسالك تقولي كله تمام، كله كويس، كله تمام، كله كويس. يبقى كله كويس وكله تمام. واحنا اتفقنا من يوم ما تعبت اني انا هشيل مسؤوليه الاولاد، والدكاتره حذروا انك انت ممنوع من الانفعالات ومن اي حاجه تعرضك للضغط العالي. وبعدين ولادك دول ما هماش اطفال صغيرين، كبروا وشايلين مسؤوليات دلوقتي. يعني يا حبيبي خد بالك من صحتك وما تشيلش هم حاجه ابدا. اوكي؟ لازمك حاجه؟ خدت الدواء النهارده بالذات مش هينفع حبيبتي، عندي شغل مهم جدا في البنك عشان موضوع اخواتك، وكمان طلعت مستعجل. يعني انسي مشوار النهارده. مش معقول كده يا عايزه، كل ما حد ميعاد مع الناس ارجع اعتذر لهم، شكلي كده بقى وحش قوي. سوري يا حبيبتي، انا بوعدك ان ده هيكون اخر اعتذار. في ايه؟ مالكم انتوا كمان؟ مفيش اي حاجه يا روح قلبي، ده احنا سمنه على العسل زي ما احنا. يلا باي. انت خارج؟ عندي شغل مهم جدا في البنك. طب ما تستنى اغير هدومي وتاخدني في سكتك. اوكي. ولا اقول لك انا هتصرف. يلا باي باي. انت رايحه فين يا سومي؟
مشوار صغير كده، لما ارجع بقولك عليه. شعراوي، شعراوي، افندم يا ست هانم. قول للأسطى سمير يحضر العربية الصغيرة عبال ما اغير هدومي. الحاج صحاني من النوم 7 صباحا وقال لي احط نفسي تحت تصرف سعادتك زي ما اتفقتوا. اهلا بيك يا عصام. احنا فعلا اتفقنا امبارح اني هحتاجك في مأمورية جديدة في اسكندرية. وانا تحت امرك يا دكتور. انا فكرت كتير في الموضوع ولقيت انك تبعد عن الصورة، خصوصا بعد الناس ما شافتك على انك صحفي. ده هيأيد حركتك. بعد اذنك انا هعتمد على الناس بتوعي في اسكندرية. لا مؤاخذة يا استاذ، الهانم مرات الحاج صالح فين الحمولي منتظره بره ومصره على انها لازم مش معقول تاخد لي اذن يا استاذ. اهلا 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 يا استاذ هانم، نورتي. اهلا يا متر. عصام، انت هنا بتعمل ايه؟ ابدا يا هانم، انا كنت بوصل اوراق للدكتور بناء على تعليمات صالح بيه. انا اصل الحاج صالح قال انه خصص قطعه ارض في اليوب عشان يعمل عليها مستشفى خيري. عموما مش معقول هتفضلي حضرتك واقفه كده. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. اهلا وسهلا، نورتي. طبعا اذنك يا دكتور، بكره ان شاء الله هجيب خريطه الكردون والمساحه. اشكرك، وما لقيتنيش من فضلك سيبها لي مع اي حد. حاضر. اهلا 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 اسمة هانم، نورتي. واضح ان صالح الحمولي رجع يمسكك شغل تاني. مش كل شغله، هو شايف ان مشروع المستشفى الخيري بعيد عن الاعمال التجاريه التانيه. شايفني ان انا امسكه على اساس الصداقه القديمه اللي بينا، ويمكن يا ستي اكسب لي ثواب. انا مش جايه اناقشك، ولا انا جايه مكتبك بدون ميعاد عشان اعرف منك حاجه انت مش عايز تقولها لي. انا جايه لك في حاجه اهم واكبر من كده بكتير. وانا الحقيقه تحت امرك، اموري. تأمر لي بفنجان قهوه الاول؟ بالظبط يا حاج. الدكتور مؤنس ربنا الهمه بموضوع المستشفى. لا انا ما قدرتش استنى بقى. عموما هتعرف كل حاجه من الدكتور مؤنس. تؤمر بحاجه؟ لا انا جاي اهو. طيب مع السلامه يا حاج. انا والولاد اختلفنا معاك من سنين، وبعترف لك اني كنت غلطانه وعايزه افتح معاك صفحه جديده. يعني انا جايه لك دلوقتي وبمد لك ايدي وبطلب منك انك ترجع تمسك مصالحي ومصالح الاولاد. طيب ومصالح الحج؟ مصالحنا ومصالح الحج شيء واحد. طبعا مفيش كلام، بس المشكله ان انا كمحامي ميال لتحديد الكلام. يعني انا عايز اعرف بالظبط حضرتك عايزه مني ايه دلوقتي، ولا حضرتك مش جاهزه عشان تجاوبي على السؤال ده؟ لا ابدا، انا بس بفكر في مساله النوايا يا متر. نوايا مين بالظبط يا هانم؟ نوايانا كلنا يا استاذ مؤنس، نوايا الحاج ونوايا حضرتك ونوايانا احنا. يعني اكيد حضرتك دلوقتي بتفكر وبتسأل نفسك وبتقول يا ترى الست دي جايه لنا هنا دلوقتي بأي نية؟ أنا مش هلف وأدور عليك، وزي ما بيقولوا كده نجيب من الآخر. اللي أنا عايزاه يا أستاذ مؤنس إن مفيش أي إجراء قانوني يتم ولا أي ترتيبات ممكن تحصل بدون علمي أنا والأولاد. بمعنى أي حاجة بيفكر فيها الحاج عايزة أعرفها، وعايزة أعرف اللي مكلفك بيه. اسمة هانم، في حاجة مهمة جدا لازم تعرفيها عن مهنة المحاماة، وهي أن أسرار الموكل لا يمكن إفشائها. يعني لو افترضنا مثلا ان الحاج بيفكر في حاجة مش عايزكم تعرفوها، ما اعتقدش انكم ممكن هتعرفوها عن طريق اطلاقا، لان دي اسرار موكلي اللي اتمني عليها. ده على فرض ان الاسرار دي موجودة، وهي مش موجودة اساسا. ولو وكلناك كلنا مش هتبقى برضو محامي الاسرة؟ انا مش فاهم حضرتك قصدك ايه بالظبط.
معقولة يا متر ولا بتفكر؟ هسهلها لك. ايه رأيك لو بقيت المحامي بتاعنا كلنا، انا والحاج والاولاد؟ يعني كل مصالحنا وشؤوننا القانونية هتبقى بين ايديك. ساعتها يبقى مفيش اسرار بينا ولا خيانة للأمانة. أسهلها لك أكتر، أقول لحضرتك نظير المجهود اللي هتعمله ده هندفع لك أتعاب $500,000 في السنة. فكر يا متر. الحاج أيامه في الدنيا ما بقتش كتير، كلنا عارفين الكلام ده. الحقيقة بقى يا أستاذ مهندس، منتظرة تليفونك. حاضر، افكر يا مان. طبعا. مؤاخذة يا أستاذ، سيادتك بخير يا فندم؟ ليه بتسأل السؤال ده؟ يا أستاذ، مش دي الست اللي قلت لي عليها أيام ما حصلت الأزمة وسبت لهم الشغل إن دي الست اللي تستاهل يطلق عليها لقب المرأة الحديدية؟ تصور. أتصور إيه يا أستاذ؟ لا ولا حاجة يا منصور. لو سمحت خليهم يعملوا لي فنجان قهوة تاني. حاضر يا أستاذ. تصور يا منصور، اسمة النمر بتحاول ترشين أنا. اطلبي لي مكتب اسكندرية بسرعة يا عفاف. الو، مين؟ اهلا سعاده البيه. لا مؤاخذه يا فندم. اني شفيق؟ لا، الاستاذ مختار في المحكمه حضرتك. حاضر، تأمرني سعادتك. اول ما هيوصل هخليه يتصل بسعادتك على طول. تأمرني جناب. مع الف سلامه. مع السلامه. مين يا سي شفيق؟ ده الرئيس الكبير يا مؤنس بيه؟ والظاهر كده من صوته ونرفزته والله اعلم ان البيه الصغير بتاعنا هيستلقى وعد النهارده. راح فين الفقري؟ يعني نجيبه من انهي نصيب؟ ليه دي امال يا اختي؟ خبريني عامل ايه الراجل. تعالي اقعدي يا ست ام مغاوري، نجيب لك حاجه ساقعه من القهوه. أي نسأل سؤال يترد عليا بإجابة، إنما قهوة وحاجة ساعة أنا عايزة رد واحد. ماني شايفك غضبانه. عسليه قفل الدكان نص ساعه وقال انه راح جلسه في المحكمه. إن شاء الله يبقى ربنا يبتلي البعض مزاجه متعكر يطصوا تقبيل ده. مالك يا رزقة ومال عمك منعم؟ عايزة منه إيه؟ أنا عايزة نعرف مين الناس اللي كانوا بيدوروا عليا ودلهم على بيتي وعنوان ودكان. يقطعني، أنا اللي جريت وقلتلك. صدمت يا عجل، صواميل دماغي خلاص فك. قضية الأسبوع الجاي بس زي النهارده. ولا يهمك، بتحصل. الحق بس رزقة مستنياك والعفاريت بتتنطط في وشها. مالها إن شاء الله. يا رزق على طول ودغري كده، مين اللي كانوا بيدوروا عليا؟ مين اللي كانوا بيدوروا عليك يعني؟ اتفرجوا، احنا هنستهبل على بعض؟ مش نعرف الأول أنت بتتكلمي عن مين بالظبط؟ الجورنال دي يا راجل. ده واحد جه وقال عايز يعمل موضوع عن بحري والسيالة، وجالي طبعا عشان أنا صحفي زيه. وسألني يعني من ضمن يعني الأسئلة، قال لي تعرف واحدة اسمها رزقة عبد ربه؟ قلت له طبعا أعرفها، واديته عنوان بيتك ودكانتك، أدي اللي حصل كله. والصحفيين يدوروا عليا ليه؟ أنا لا بعت في ليلة القدر ولا عاملة حادثة، بيدوروا عايزين يعرفوا بيتي ودكاني ليه؟ أنا افتكرته قبلك وشلت الموضوع من دماغي خالص. بس أنت قلت لي إنك بتشك فيه وجايز يكون مخبر. مخبر؟ والمخبر بيسأل عليا يعني ليه؟ ولعت فيها يا أخويا. يا رزق، يا رزق ده كان يعني شك في دماغي وراح لحاله خلاص. أنا الكلام ده ما يدخلش ذمتي بنكلة، أنا مش هسيبك ولا نعتقك إلا لما نعرف الناس دول عايزين مني إيه. ما تستهدي بالله يا رزقة أمال، لو عايزك
مش يمكن يكون واحد من اللي بينصب عليهم النبي حارسه حبيبك ونن عينيكي. غوري كده دول واللي في الكيس 20 حته، يعني ورش الكهرباء بحالها. بتوعك دول؟ لا هم الحقيقه بتوع الرئيس جورج بوش، وكان موصيني يعني اصرفهم. ايه يا عم الاسطى؟ ناقص تقول لي فين فواتير. بس وعايز فيهم كام دول؟ تدفع انت كام؟ كلمة البيع والشراء؟ بحق ربنا هديلك 100 جنيه وعوض على الله. سو يا سو حبيبي حبسو. بس كده. انا قلت كلمتي وانت قول كلمتك. تصدق باللي خلقك؟ لا اله الا الله. لو قلت لي 999 جنيه لا اقول لك افتح الله. نعم عايز 1000 جنيه في شويه الخرده دول. خرده؟ معذور ما عندكش شفافيه. دول تراث الصلاه، تراث عائلي. السلام عليكم. استنى بس هندي لك 300 جنيه. خلصنا يفتح الله. 500 جنيه. يا سيدي انا مش بنبيع اصلا، مش بنبيع. لما انت مش بتبيع ايه اللي حدفك علينا؟ مكروف في الجو. معلش انا متاسف، سامحني، اعذرني، اغفر لي. ولا ميخا قول له فطيره. الله كده بانت لبيتها بقى. انت حرامي هنا والبضاعه دي مسروقه. حرامي؟ هو مين ده اللي حرامي؟ طب اطلع لي بره بقى على الساحه، اطلع لي بره في الشارع هنا عشان ما تقولش تهجم على الدكانه. قرب يا جامد. مين ده اللي يستجري ويقول عليك يا مغاور حرامي؟ انت يا صبحي سخص عليك يا ناقص. معلم غريب هو انت تعرفه؟ عز المعرفه. يلا بينا يا مغاور يا حبيبي، تعالى نسقوك أزوزة. يلا تعالى يا مغاور. اقعد يا مغاور. صحة وعافية. الحمد لله. طب ما نقعد عشان نقولوا كلمتين. كمان ثانية واحدة معلش. انت عملت كده ليه يا مغاوي؟ سلاح من باب الاحتياط. اصل هي مش خامة، يعني ضيعت بضاعة ب 5000 جنيه امبارح والنهارده جاي فاتح لي حضنك وملخبط السمنة على العسل وناقص تغني لي حبيبي يا نور العين. لا يبقى الحكاية فيها شبورة ونية الغدر متشفرة. وما دام عملنا الاحتياط اللازمة نقعد بقى ونسمعك. اخص عليك يا مغاوري، يعني لو عندي نية الغدر زي ما بتقول هنلف وندور ليه؟ هنضيفك عندي ليه؟ ماني نقدر من غير ما تشوفني نوصي عليك اللي يجيبك ليا في شوال في المطرح الامان. ماشي نمسح نية الغدر، باقي على الشريط. باقي الخير كله، باقي الهنا والسرور والود المتصفي في شربات الورد. وبعدين ده الحكايه بقى وسعت قوي. طب عم غريب فيك من يكتم السر؟ في بير يا حبيبي. عارف القتيل يوف جنان المنتزه من قيمه اسبوع؟ ايوه رجل اعمال اللي عيلته عامله مكافاه 50,000 جنيه للي يرشد على اللي قتله. عليك نور. أنا بقى اللي قتلته جبت رقبته برقبه ازاي زي دي. روح بقى بلغ عني واقبض ال 50 باكو حلال عليك. انت بتلون عليا ليه يا مغاوري؟ الله الحق عليا اللي جاي لك صافي وفاتح لك قلبي. نعمل لك ايه وانت عمال تبرم في دماغي من الصبح ومش عايز تقول لي في دماغك. ماشي نقول في كلمتين قوم عشان انا عندي جوله تسويق وانت عارف الوقت من ذهب. في كلمه ونص مش كلمتين. انا طالب القرب. نعم بتقول يا راجل يا خلل؟ لا من غير اباحه وطولة لسان. انا راجل من داخل شرعي بنخبط على الباب وكنت ناوي نكلم الست رزقه بس اني نعرف الاصول. البيت له راجل نكلمه الاول في المبتدا. مبتدا؟ ده انا هجيب خبرك. عايز تتجوز امي؟ امك ايه يا مغاوري؟ تبقى خالتي عظيمه ادهى وامر. دي برضه طلعت اوت. امك وخالتك دول لا مؤاخذه مده صلاحيتهم انتهت. انا طالب القرب في بنت خالتك اداره. مين؟ اداره بنت خالتك عظيمه. يومك مش فايت يا دش. يومك مش فايت يا دش. حاول يا ناس. هتعمل ايه فين؟ عاوز يقتلني يا ناس. لا احنا مش هنقتلك بس على شرط ما تقومش تاني ناحيه بيتنا. ماشي بس سيبني. وشارع ابو نار ما تعتبوش من اصله. ماشي بس سيبني. وحسك عينك يا غريبه دش دي جنب قداره ولا حتى خليها تلمع طيبه. ماشي بس سيبني. قوي سيب الراجل وارمي الازازه اللي في ايدك دي. انا هودتك قدام الناس عشان ما يبقاش شكلنا وحش واحنا بنتعارك ونعض في بعض قدام الاغراب. الحمد لله انك لسه بتفكر بعقلك. من فضلك انت مالكش تشتمني. انا ما بشتمكش يا خايب.
خايف دي تطلع ايه؟ مش بتعايرني عشان سقطت في الثانويه العامه وما خدتهاش؟ انا عايرك برضه عبيط. وعبيط كمان؟ وبتقول ما بتشتمنيش؟ قلبه عليك، احمد ربنا انه لحقك قبل ما تعمل نصيبه توديك الكراكون. نسيبت ايه ياما؟ كنت عايزاني نسكت لحلوف غريب ده؟ لا ما تسكتش، بس ما تمسكوش ازازه طير له بيها رقبته. طب نعمل ايه؟ نملكه ازاي وده ضرفه؟ وانت بتتعارك معاه من اصله والله. واحد بيقول لك طالبين القرب، قول له اسفين، ما كانش يتعز وسلام عليكم. يا استاذ، يا فيلسوف، يا مثقف، كونه بيفكر في اداره معناته انه طلع جوابتنا بنظره مش هي، واللي زي ده عمره ما يفكر في الحلال. دي سكه بياخدها عشان يحط رجليه في البيت. انت ما تعرفوش، ده نصاب وحرامي وليه ملف في الاداب، وسبق له قعد سنتين في اوتيل الحضره في قضيه تسهيل دعاره. يا مصيبتي يا مصيبتي يا مصيبتي، هو جاي يطلب ايد بنتي؟ الحقيني يا رزق. ما مغاوري معاه حق اهو يا حماد. معاه حق يقول له لا، لكن ما يتحرش بيه بالشكل ده. غريب الاصل مغاوري في شر يخليه يأذيك ويأذي كل اللي بتحبهم. وبعدين انا مش عايزه حد يعمل مشكله من تحت راسي. ازيك يا إدارة؟ ازيك يا حماد؟ العروسه كمان مش عاجبها اللي عملته. انت لما بيعجبكش كلام حد يا مغاوري، حماده قلبه عليك. وانتي قلبك على مين؟ انا كمان قلبي عليك. لو النبي اقعد اما نعملوا لك غدا، ده انت بقالك كتير ما زرتناش. ما انت عارفه انا كنت فين يا ابله؟ يا عيني على قبله دي طالعه من بقك الزوزه. ما تقعد يا حماده. لا معلش بقى يا ابله عظيمه، اصل لازم نرجع البيت، عندنا ناس على الغدا ولازم نحضرهم. سيبوه، لو عرفوا انه اتغدى عندنا هيدوا له مخالفه. ما تقوليش كده يا إدارة، ما تظلمنيش امال. انا ما بنعرفش نظلم حد. ما تقعد بقى يا حماده، هنتغدى ونغني ظلموه. معاك يا استاذي. الاسم الرباعي رزقة عبد ربه سالم شحاتة. العنوان 14 شارع ايه سعادتك؟ ابو نار السيالة. المطلوب معرفة ده اولا. ثانيا عدد الافراد وصلاتهم بيها. ايوه سعادتك، بس دي كلها محررات اني نقدر نجيبها من السجل المدني. المهم اللي سعادتك قلته في الاول، من الليله يا استاذي حوافي سعادتك اول باول باللي نوصل. حاضر حاضر سعادتك، تحت امرك يا استاذي. مع الف سلامه. مع السلامه. اتفضل اتفضل حضرتك. تعالى بسرعه يا شفيق وهات معاك ادم. تحت امرك يا استاذ. امر جنابك. مين فيكم يعرف السياله كويس؟ تهيألي احنا الاثنين. هو حضرتك؟ ايوه، ماني عارف، كلنا عارفين مكانها. انا نقصد يعني مين عارف دخانقها وحافظها؟ حد فيكم له قرايب او معارف هناك؟ انا ليا معارف زي الرز هناك. وانا ليا قرايب حافظينها حته حته السياله دي، وايه وحافظين دخانقها كمان. عظيم. نروحوا بقى نتغدوا بعد الظهر هنقول لكم ايه المطلوب. ما تزعلش مني يا ابو حميد، بس يعني اهلك دول ناس ولا مؤاخذه. انا مش فاهم متقلعين على ايه؟ ما هم في الاصل فقرا دقه زينا. يعني العيله كلها ماركت مالتي سيستم. ملوش لزوم الكلام ده على الاكل يا موجه. سيبيه يا ابله، مغاوري بيقول الحقيقه. احبك وانت حقاني. دي اختراع. مين طبخها؟ إدارة يا أخويا، محدش فينا قشر لها بصلة. بطل يا خالتي عظيمة. حمادة ما هوش عايش بتحلي في عينه الصنف. الزبون واقع من زمان. بطل انت وبلاش تلقيح كلام. ما هو برضه ما غلطش يا إدارة. يا سلام عليك يا حمو. نستنى في البث المباشر ونقول ايه؟ ما تقولش حاجة، سد حنكك وكل بقى. الفرع بتاع ولاد العم فرقعت معاه في ساعة والزمن غفلان. والكل عارف حكاية اليغمة اللي كوش عليها عبد القوي سالم شحاتة من الخواجة التونية اللي كان بيشتغل عنده. وبعدين ده تلاقيها رئيسة. هات لها مفتاح الدكان ولا اطرحه واديهولها. ما تبطل السيرة الغم دي بقى. ما تاكل يا حماد. باكل كويس يا ابله، تسلم ايدين اللي طبخ. صلاة اللي جابك بدري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين؟ حماده سالم؟ ايه النور ده؟ ازيك يا صالح؟ حمادك هتحبك. ما تقعد يا صالح. ما قلتش اللي جابك بدري يعني. نسيت اوراق مهمه قوي ومفاتيح الشقه وساعتي ولازم نراجعوها قبل وردين 6 ما تخلص. طب ما تقعد تاكل لقمه ان شاء الله حتى وانت واقف. هناخد تصبيره وبعدين
نديها بالليل. مين بينده؟ ده الولا ميخا. انا ما سمعتش حاجه. بس انا سامع. بعد اذنكم هشوف عايز ايه. انا فيكم سامع حاجه؟ لا يا انت سمعت يا حماده؟ ما سمعتش، بس في حاجه غلط. مغاوري اتغير ساعه اخوكي ما رجع. عملها الصايع، عملها جبان، عملها الحرامي وسرقني، خد كل الادوات اللي بنشتغل بيها، قلشني من مجاميعه، ما سابليش حتى مفاجأة، كل اللي بنصرف عليه ماهيتي من ساعة ما اشتغلت. لهفوا. مين ده يا صالح؟ ابن اختك ودلوعتك يا خالتي رزق، بروديه الهزرايه بتاعت امبارح. معقوله دي يا ولاد؟ ما تدوروا كويس. ادور ايه ياما انت كمان؟ هي ابره ولا ابره؟ ده مكن واجهزه، عمري ما هنعرف نعوضها. انت متاكد ان هو اللي عمل كده يا صلاح؟ امال هيكون مين؟ محدش دخل عندنا النهارده واحنا كلنا موجودين. ما تستهدوا بالله كده، هو كان جرى ايه يعني؟ ما يمكن مخبيهم في حته كده ولا كده. هزرايا يعني، ما يجيش من بعد خير. اصطبر لغايه لما يبقى نرجع ونبقى نسال. هو مين ده اللي يرجع يا خالتي؟ ده من ساعة ما سمع صوت اخويا وهو اتلخبط وبقى مش على بعضه، وعمل ان مش عارف مين بينده عليه. انا مش هنستنى، عليا النعمه هنجيبه من تحت 7 ارض. استنى يا صالح، وراوي النبي. يا صلاح استنى بس يا جدع، رايح فين؟ اوعى يا حماده ما تخليش تهور عليك، انا ما حدش قادر يحوشنا على الحرامي ده النهارده. عيب يا ولا، ما تقولش على ابن خالتك حرام. طبعا، ما انت هتقولي ايه غير كده؟ ماشي يا خالتي، انا اللي حرامي، بس وديني يوم اقعد ما انا سايبه ليلادي، اوعى سيبني. ماشي هنسيبك، الله افرض طلعت حاجتك معاه زي ما انت بتقول، ما خلاص يا صلاح جرى وسبقك. هنقلب اسكندريه كلها عليه. ولو لقيته هتعمل معاه ايه يعني؟ هنجيب حاجتي، ولو كان باعها هنقتله.